فيديو الحركه هذه سواها بس هذه لحظه هذه شوف شي سوى هذا بس هذه حركه منو؟ روني هم شبهوه في منو يعني لانه لابس الغتره تعويذه التعويذه حركه لعيب. تخيلوا تقريبا في الصين تموا يتكلمون 3 ما ادري 4 ما ادري 5 ايام على هذا الشخص، اعتقد انه اسمه الشيخ عبد الرحمن آل ثاني، واحنا حاولنا حتى نتواصل معاه ونعزمه عندنا على كلام الشباب انه ما يرد عليهم. فشوفوا اللي صار بعدين. This is my message of all of my China's fans. I'm here just to say thank you for all of your beautiful comments and all of your beautiful videos. I've seen all of it. Thank you so much. And you can come and you're more welcome to Qatar. You can experience and watch this amazing event, the World Cup. Thank you so much. I wish you all the best. صار عنده جمهور في الصين واليابان ويسألون عنه ويدورون عليه، وسووا معاه مقابلة ويا زينه ويا كلام الطيب. قال لهم حياكم الله في الدوحة ونتمنى لكم كل خير، وعزمهم على الدوحة. شوفوا من الأشياء اللي قاعد تصير في كأس العالم كيف الرسائل قاعد توصل، حتى لو بتصرف، حتى لو بضحكة، بابتسامة. للعلم هذه اللقطة اللي منتشرة عندهم هذه مدتها ترى 4 ثواني، تخيل 4 ثواني ضربت ترند في الصين بلد المليار، معاها فوقها منه اليابان، وتموا يدورون عليه ليه ما طلعوه وسووا له لقاء، مع ان احنا ندور عليه، احنا صار لنا كم من يوم نحاول نتواصل معاه واحنا في الدوحه. دقوا عليه من رقم صيني. التيك توك يا خالد، التيك توك ايه انا احب تيك توك، كل التعليقات علي مطلعين رسمات، اقول لك كله صيني، ما فهمت شيء انا قلت على شيء. بس الرجال اللي انا كنت اتكلم عنه هو الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن جاسم بن محمد العبد الرحمن، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنه، وزير الاقتصاد السابق، طيب الله ثراء ابوه، من اطيب الناس واطيب رجال قطر. وان شاء الله بعد بنحاول نتواصل معاه ونحاول حتى نستضيفه عندنا، لانه في النهايه حلو عندنا احنا والله نقطري ترى يوصل الترند وفي اليابان وفي الصين. والاحلى بعد الرساله الجميله اللي وصلها لهم في مقابلته معاهم وكلامه جدا لطيف لبق، حلو ان احنا نسمع منه، لانهم اكيد تواصلوا معاه اكثر من قناه، واكيد يعني في حوار دار بينه وبينهم، حلو ان احنا نسمع الرسائل اللي عنده واللي ممكن نوصلها حتى حق من خلاله حق الناس والمتابعين.